السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم يوم كامل في الصيام المتقطع، وهقول لكم برضو لو انتوا عاوزين تطبقوا النظام بطريقة يعني اللي هو ما فيهاش صيام في النص، هقول لكم تعملوا ايه. عشان في ناس ممكن تكون عايزة تطبق صيام متقطع تصوم 16 ساعة عادي، بس ال8 ساعات تقسم الوجبات فيهم. ما ينفعش مثلا هي مش قادرة إن هي تفطر وتفضل صايمة لحد الوجبة التانية، عايزة تاخد سناكس، مفيش مشكلة. بس أنا قُلت اللي عاوز يخس أسرع وأحسن ويحرق دهون ممكن يعمله. لو أنتم مش بتقدروا ممكن تطبّقوه في الأول بالطريقة اللي أنا هاقول لكم عليها. أنا كده في الأول كنت باقطّع طماطم وفلفل على الجبنة القريش، هاخد كده قطعة جبنة قريش ومعاها بيض مسلوق. هيكون فطاري، ده بروتين. برضه مش هاخد عيش في الفطار، يعني أنا كده واخدة بروتين وخضار من غير عيش. الناس اللي عايزة عادي تطبّق صيام متقطع وما تحرمش نفسها، لسه بادئة أو يعني مش عايزة إن هي تقطع العيش في الأول عادي، بس هتجوعوا. يعني الناس اللي بتقعد تقول أنا جعانة أوي، باجوع جدًا عشان بتفطروا عيش. أنا كنت فاكرة إن أنا لازم عشان أشبع آكل عيش زمان يعني. لمّا جرّبت وبجد سمعت من دكاترة إن يعني ناس متخصصين إن لمّا إحنا بناخد أول حاجة فيها نشويات أو حاجة بترفع السُكّر في الدم، بنفضل طول اليوم جعانين وعايزين ناكل تاني. لكن لمّا بناخد بروتين وحاجات صحية، ممكن مثلًا عايزة تزوّدي مكسرات، دهون صحية، قطعة زبدة صغيرة على البيض مثلًا وتقليه. أنا باحب أنوّع، مرّة كده ومرّة كده. ممكن أصلًا تقطّعي طماطم وفلفل على البيض وتعمليه كده زي أومليت بحتّة زبدة صغيرة، بيبقى طعمه حلو أوي. هاعمله معاكم إن شاء الله في فطار يوم يعني، نغيّر كده شوية عشان برضه ما نملّش ونزهق. أنا باطبّق اللي أنا باقول لكم عليه ده، يعني اللي أنا باشاركه معاكم ده أنا باطبّقه يوم بيوم. في أيام ما باصوّرش فيها، يعتبر بانزّل فيديوهات يوم ويوم، يعني عشان أنا مش عارفة أصوّر بصراحة. يعني باصوّر الفيديو والفيديو التاني باحمّله وباضبّطه. ما بالحقش إن أنا أعمل الفيديو في نفس اليوم، لإني بأخّر الوجبة التانية. فأنا ماشية بيوم بيوم، بس إن شاء الله يعني لو عرفت بعد كده إن أنا أنزّل فيديو كل يوم هانزّل. بس يعني مبدئيًا كده أنا لسه راجعة تاني، فيعني استحملوني شوية. فاليوم التاني اللي أنا مش بانزّله ده باعمل إيه، بامشي على نفس النظام عادي جدًا. هتقولوا لي طَب إحنا لو بوّظنا هنعمل إيه؟ لو إحنا بوّظنا نكمّل عادي جدًا. على فكرة أنا برضه بابوّظ عادي. أحيانًا مثلًا ممكن وأنتم متجمّعين مع أهلكم يوم جمعة بتاع يعني يكون في حاجة أصلًا تخلّيكِ تبوّظي، فأنتِ ما مش هتقولي لهم لأ أنا مش هاكل، لأ عادي ممكن تاخدي حاجة بسيطة، ممكن مثلًا تاخدي شوكولاتاية، ممكن تاخدي حتّة كيك صغيّرة. بُصّوا يعني أنا باعتبرها إن أنا ما بوّظتش، عادي أنا كلتها وهاكمّل عادي. أصل أنا ما فيش نظام ماشية عليه بالورقة والقلم، يعني ما فيش دكتور مثلًا يقول لي مش اعملي كده واعملي كده. لمّا كنت باروح لدكاترة قبل ما وزني أصلًا يزيد كده، يعني ودي أكبر غلطة عملتها، إن أنا كان وزني قليل وكنت عايزة أخس ساعتها ما أعرفش ليه. كنت حاجة يعني كنت 69 ورُحت عايزة أخس. يمكن ده سبب أصلًا اللي خلّاني أفتح بعد كده في الوزن إن أنا أزيد، عشان بدأت أوي إن أنا أعمل diet من بدري وأنا كان جسمي حلو جدًا. ده اللي كان بيخلّيني ما أقدرش أكمّل، لإن مش حِمل إن أنا حد يقول لي اعملي كده وما تعمليش كده. يعني أنا من الناس اللي ما باحبش حد يقول لي اعملي كده. لأ، أنا باشوف الحاجة اللي أنا أختارها وإن أنا شايفة إن هي صح وآخُدها أنا. يعني مثلًا آكل أنا النهارده عايزة آكل بيض، مثلًا هي بتقول لي الدكتورة أو الدكتور بيقول لي كُلي جبنة أو كُلي فول، لأ أنا مش عايزة. النهارده كُلي فاكهة بس، لأ طبعًا أنا مش عايزة كده. أنا عايزة أنا اللي أعمل الحاجة اللي أنا حاباها في نفس الوقت بطريقة صحية. ولمّا عملت فعلًا كده أنا خسّيت الحمد لله وزن كبير، كنت خاسة أكتر من 20 كيلو في 4 شهور بس. وده أصلًا السبب إن أنا عملت القناة بتاعتي، عشان أشجّع كل الناس اللي عايزة تخس وما تفضلش تجري ورا الوهم اللي هو اعملي كده النهارده وبكرة نظام كيميائي، لأ خالص. أنا كنت فطرت هنا وكنت قُلت أعمل شاي، فأخدت برضه شاي بعد الفطار على طول وحطيت كده معلقة سكر واحدة عشان ما باعرفش أشرب الشاي من غير سكر خالص، عملت شاي بالنعناع. نرجع لكلامنا وأنا باعمل الشاي، أنا سايبة يعني باعمل الحاجة وباتكلم معاكم. بالنسبة بقى للناس اللي عايزة تاخد snack في النُص، عادي جدًا بعد الفطار بساعتين خُدي فاكهة، خُدي تفاحة، خُدي أي حاجة. أنا اليوم ده على فكرة كسرت القاعدة اللي أنا ماشية عليها من أول ما بدأت إن أنا ما باخدش حاجة في النُص. لأ النهارده خدت مانجا، وعادي ناخد ثمرة مانجا لو إحنا عاوزين في اليوم، بس ما نكترش. المانجا لو هناخدها مرة أو مرتين في الأسبوع بس يا جماعة، عشان الأملاح أصلا يعني هي بتورم الرجلين، بتزود الملح. يعني في ناس كتير بتجيلها أملاح كتيرة قوي شديدة بسبب المانجا أكتر من المخلل والحاجات الحادقة. يعني المانجا برضو من الحاجات الخطر قوي 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 بالنسبة للأملاح، لكن هي حلوة وكلنا بنحبها. ما نكترش منها وخلاص، يعني هي واحدة بس. هتكتري أكتر من كده ممكن بقى هتزود وزنك مية، وساعات هتلاقي وزنك ثابت على الميزان بسبب المية الزيادة دي.
ممكن طبعًا الأيام العادية خالص هتاخدي تفاح، هتاخدي كمثرى، الحاجات دي كويسة أوي. ممكن برضه تاخدي عنب، بس ما تكتريش برضه عنب، بس العنب ما فيهوش أملاح، يعني العنب فاكهة ممكن تزود الوزن لو أخدنا منها كتير، فيها سكر بتعلي السكر، بس لو أخدنا الكمية المناسبة فهو مفيد جدًا يا جماعة، من أفيد الفاكهة يعني. وللمانجا ممكن نخليها مرة أو مرتين في الأسبوع، معلش يعني نستحمل شوية. هنا بقى الغدا كان سمك. كان سمك مشوي بوري وسلطة. وطبعا ده أحلى حاجة للدايت إن احنا ناكل أسماك، بتشبع وفي نفس الوقت صحية. وهنا الرز أصلا كان كمية بسيطة جدا. ده كان اليوم بتاعي يعتبر. والناس بقى اللي هي عايزة برضو تمشي على حاجة اللي هي مش يعني تصوم 16 ساعة بس طول ال8 ساعات تبقى بتاكل عادي، هتحرقي طبعًا. بس لو أنتِ عايزة تحرقي أكتر غير فترة الصيام وبين الوجبات كمان، صومي بين الوجبات. مش عايزة زي ما قُلت لِك خدي snack في النُص. ممكن قبل النوم كمان تاخدي مثلًا، يعني قبل ساعات الصيام ما تخلص خدي علبة زبادي عليها عصرة ليمون، دي للناس اللي عايزة تنزّل الكرش وتنزّل البطن يعني. بس ده كان يومي النهارده. لو أنتم عايزين تبدأوا بالبداية اللي أنا قُلت عليها، وبرضه خدي رغيف عيش في الفطار، بس رغيف صغير أو نُص رغيف لو كبير. أو 2 توست أسمر. أو ممكن تعملي عيش شوفان، ممكن أبقى أعمل معاكم عيش شوفان اللي أنا كنت عاملاه معاكم قبل كده من فترة. تقدري تعملي النظام ده لو أنتِ لسه بادئة عادي، وصومي 16 ساعة واشربي مَيّة طبعًا خلالهم. وخلال ال8 ساعات تعملي كده، وعايزة تشربي قهوة أو شاي في النُص تمام ما فيش مشكلة. مثلًا ممكن تاخدي معلقة سكر في اليوم. وعلى فكرة برضه لو عملتِ النظام ده هتخسي، وأنا كنت باعمل كده وعملت كده وخسيت كده. بس كنت قصدي إن إحنا نحرق أكتر ونحافظ على الكتلة العضلية أكتر. بس لو أنتم مش هتقدروا ما فيش مشكلة على فكرة، اعملوا زي ما أنا قُلت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله هانزل لكم فيديوهات أكتر، بس يعني الفترة دي استحملوني شوية. أشوفكم بإذن الله على خير، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. مع ألف سلامة.